اليومين دول السراير بقت اغرب من البشر اللي بيناموا عليها. سرير بيكون شكله عادي لحد ما يقرر يوريك شخصيته الحقيقيه، وطبعا الذكاء الاصطناعي هو العقل المدبر ورا الفوضى دي كلها، لانه بيخليك تشوف السرير الاي اي كانه حقيقي. لكن اول لحظه هيتحرك فيها السرير هتعرف انه مش طبيعي، لان كل سرير من السراير دي بيعمل فيها نجم لوحده، ولما تبص عليه لاول مره هتلاقيه مظبوط، لكن بعد ثانيه واحده هتحس انه بيقول لك انا مين، ومن هنا هتعرف انه سرير مش لحم ودم لكن اي اي. السراير دي ما بتمشيش على مزاج حد، وكل فيديو هتلاقي السرير بيعمل حركه جديده كانه في برنامج مواهب. الذكاء الاصطناعي بقى يزود لقطات غريبه لمجرد انه يضحك عليك بس، والسراير ممكن يكون شكلها واقعي بس مخها كرتون. كل سرير بيقول لك استنى انا عندي مفاجاه، وتلاقيه غير شكله كانه بيجرب فلتر جديد، فتقعد تعيد الفيديو مره واتنين عشان تعرف هو عمل ايه. الاي اي بيلعب بالسراير زي طفل ماسك صلصال، وفي الاخر يطلع لك سرير شكله طبيعي بس تصرفاته من عالم موازي. الفيديوهات دي ملهاش منطق بس بتخليك تضحك غصب عنك، والناس بتحبها عشان السرير نفسه بيشارك في الكوميديا. طبعا ده مش سرير حقيقي لكن سرير بيجرب قدراته الذكائيه، وفي النهايه لازم تكون عارف ان السرير ده مش للنوم خالص، لكن معمول بس علشان يفوقك.